المعدل ما يتبدل. عشان شاطرة ومعدلة قررت اليوم أعملكم أطيب فطاير زعتر أو مطابق الزعتر. يلا نبلش. عندي طحين، بيضة، حليب بودر، حليب سائل ولبن وخميرة وسكر وزيت زيتون. أول إشي هون عندي كيلو طحين، راح أضيف عليه تقريبا نص كاس من اللبن. هون اللبن إذا ما حبيتيه لا تضيفيه. في عندي حبة من البيض، هون البيض لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ. بعدها راح أضيف معلقتين من الحليب البودر، هون الحليب بيعطيها يعني طراوة أكثر. وعندي نص كاس من الحليب السائل والدافي، ضروري يكون الحليب هون دافي. وراح أضيف تقريبا ربع كاس من زيت الزيتون. هون راح أقلب المواد مع بعضها شوية. وعندي هون معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر. هون أنا بحب أختبر فعاليتها، بحب أحطها في كاسة وأضيف عليها تقريبا كاسة من المية الفاترة. راح أضلني أحركهم مع بعض لحتى يذوبوا المقادير مع بعضهم، ليصيروا عندي بهذا الشكل. طبعا هذا مطابق الزعتر أنا بفضل إنه ينعمل على وقت زيت الزيتون، لأنه صراحة باخد زيت. هون راح أقلب المواد. بعدها راح أبلش أعجن بشوية من المية الفاترة، وأرجع أعجن شوي. وبعدها راح أضيف كاسة الخميرة اللي مخمرة عندي وجاهزة. بعدين بكمل بالمية الفاترة لتصير عندي عجينة متماسكة وبنفس الوقت طرية. طبعا هاي العجينة أنا بفضل يكون فيها شوية طراوة. طبعا بهذا الشكل بقلبها أنا منيح، وشوف ما شاء الله ما أطراها وما أحلاها. بعدها راح أتركها وأغطيها وأتركها لمدة ساعة. هون بالنسبة للزعتر، أنا عندي هون زعتر قطفته وغسلته وتركته ينشف لمدة يوم، لازم ينشف من المية تماما، لازم ما يكون فيه من المية أبدا. عندي ملح وفلفل، وعندي حبتين من البصل وزيت زيتون. طبعا أنا هاي الحلقة حبيت أصورها يعني الزعتر مع البصل ومن دون سماك. حلقات جاي إن شاء الله رح نعمل يعني الزعتر مع السماك ومن دون بصل. هون بمحضرة الطعام رح أطحن البصل، أنا بحبه يكون شوي ناعم. هسا هون البصل إذا بتحبي تحطي أكتر من حبتين حطي، هذا اختياري. وهون بمكلاية على الغاز ضفت البصل، وراح أضيف كمية من الزيت الزيتون تقريبا نص كاسة، ممكن تاخد أكثر كمان. هون راح أقلبهم مع بعض لحتى يتدبلوا. بعدها راح أضيف تقريبا معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، والفلفل الأسود مش أساسي في هاي الوصفة. وفي ناس هون بيحبوا يحطوا كمان سماك مع البصل، أنا بفضل يكون البصل لحاله مع الزعتر. هون راح أقلبهم مع بعض كتير منيح. وبعدها لما يصيروا عندي بهذا الشكل راح أضيفهم على البصل. هون بالنسبة للزعتر في ناس بيحبوا يفرموه، أنا تركته الورق زي ما هو لأنه الورق عندي أصلا صغير، بس لما يكون الورق شوي كبير بحب أفرمه شوية. طبعا هون راح أضيف هسه كمية البصل مع زيت الزيتون، وراح أقلبهم مع بعض شوية. وبعدها راح أفركهم شوي في إيدي. أنا في هاي المرحلة بحب أفركهم شوية لحتى تطلع نكهة البصل. ولازم لما تبلشي تحشيهم بالعجين لازم تكون عندك هاي الخلطة باردة، لأنه إذا كانت سخنة العجينة راح تصير تتمزع معك. طبعا ليصيروا بهذا الشكل. هيك راح أتركهم هسه على جنب. هون بالنسبة للعجينة، هون شوفوا ما شاء الله العجينة بعد ما خمرت معي صارت عندي بهذا الشكل. راح أبلش أقطعها. هون بصدر راح أضيف كمية من زيت الزيتون وأدهن الصدر فيهم وأبلش أقطع العجين. طبعا هون أنا لما أقطع العجينة بحبها تكون وسط، ما بحب يكون الرغيف لا كبير ولا صغير. هسا في ناس بحبوا يعملوا الرغيف كبير كبير على قد الصدر، أنا بحبها تكون وسط. طبعا هيك راح أقطعها بهذا الشكل لحتى أخلص الكمية كاملة. وهيك بعد ما قطعتها راح أتركها على جنب ترتاح لمدة نص ساعة.
وهيك بعد ما ارتاحت عندي العجينة راح أبلش أدهنها بشوي من زيت الزيتون، وبعدها راح أبلش أشتغل فيها. طبعا هون أنا أخذت هسه شوي من زيت الزيتون، وراح أخذ قطعة من العجين وأبلش أفرد فيها. طبعا أنا هون المطابق راح أعمله على شكلين، شكل مربع وشكل دائرة. هون راح أبلش أرك بالعجين أول إشي على شكل مستطيل بهذا الشكل. طبعا شوفوا ما شاء الله العجينة يعني بتفرد معي لأنها مرتاحة. بعدها راح أخذ كمية من الزعتر. هون الزعتر اختياري، قد ما بتحبي تحطي حطي. راح أخذ تقريبا عقد كمشة الإيد. بعدها راح أضيف تقريبا معلقة من زيت الزيتون فوق الزعتر، وراح أبلش أطبقها. راح أرد الجهة الأولى، وراح أرد الجهة الثانية، وراح أرجع أخذ كمية بسيطة من الزعتر وشوية من زيت الزيتون، وأطبق الجهة الثالثة والجهة الرابعة. طبعا ليصيروا معي يعني الشكل مربع بهذا الشكل. هيك لحتى أخلص الكمية كاملة، وراح أتركها طبعا ترتاح. هسه بالنسبة للشكل الثاني رديت أخذت كمية من زيت الزيتون وفردتها. راح أخذ الشكل أفرده على شكل دائرة. هنا أنا بحب العجينة ما تكون كثير خميلة ولا تكون كثير رفيعة، بحبها تكون وسط. راح أخذ كمية من الزعتر